حتى البرنامج الانتخابي اللي غنقدموه الشهر المقبل حيث اثر المعاصره الاساس هو القدره الشرائيه. علاش؟ لان الازمات الدوليه خلات ان القدره الشرائيه ماشي للمغاربه فقط، على صعيد الدولي تقاست، لان هذه الاشكاليات اللي كنعيشوها واللي مازال كنعيشوها اليوم اثرت على الاثمنه بطريقه مباشره. داكور. مع ذلك هذه الحكومه حاولت تجتهد في الجانب الاجتماعي. اذكر بان الحوار مع النقابات خلى ان اليوم تكون اضافه يعني مهمه بالنسبه للموظفين، بالنسبه للسماك، بالنسبه للسميك، ولكن هذا الشيء كله كيتجاوب جزئيا مع هذه الاشكاليه حنا عارفينها. في واحد البرنامج اخر تكلمت ديك المره عطيته كنموذج بان قال لك حكى الوزير كيقول راه الناس لو كيمشيو السينما يعني القدره الشرائيه ما تخلصش، راه ماشي هادشي اللي قلت بان في ظل السياسه اللي قامت به القطاع يعني هبطنا الاثمنه ديال تيكيت السينما، خلى ربحنا 900,000 واحد الاضافه اللي كيمشي للقاعه السينمائيه، وهذا بحد ذاته يعني مؤشر ايجابي بالنسبه للصناعه الثقافيه وبالنسبه للقدره الشرائيه. هادشي اللي قلت انايا لا يعني هذا بان القدره الشرائيه حنا مرتاحين في المغرب، لا هناك اشكال. وانا كنقول لك بان البرنامج الانتخابي كله او يعني ديال الحزب في الانتخابات المقبله غيتكلم على الحلول المقترحه من طرف الاسرار والمعذره في القدره الشرائيه. هذا تحدي الدوله كتجتهد. الدوله اليوم الحكومه طلقت مجموعه ديال البرامج الاجتماعيه، ما نتكلموا على طبعا البرنامج الملكي ديال الصحه، الدعم المباشر، هادشي كلشي دارته اليوم الدوله في ظل المداخل اللي عندها. داكور. ولكن مازال هناك خص اجتهاد، ونحن نفكر يعني في مجموعه ديال المقترحات اللي بغينا نطرحوها لذاك المواطنات والمواطنين في ظل التجربه الاولى اللي عشناها اليوم كحزب داخل الاغلبيه، وفي ظل الاولويات اللي كانت عند الحكومه الحاليه واللي كنعتبروا ان بين بعض الاولويات خصها تغير شيئا ما وتهاجم هذه الاشكاليه الحقيقيه ديال القدره الشرائيه وديال التشغيل.